وصفة اليوم هي ريزو من أطيب وألذ الوصفات اللي ممكن تقدموها كطبق رئيسي. مكونات وتفاصيل الوصفة أسفل الفيديو. طحين وشوية بهارات، راح أخذ نصها وأخليها على الطحين، وشوية خل أبيض ومي. أخلط هالمكونات إلى أنا أحصل على صوص أخلي بيه الدجاج وأعوفه يتبل الوقت اللي أنتوا تحبوه. هسه راح أسوي تغليفة هذا صدر الدجاج قبل القلي. طحين ونشا وشوية بيكنج باودر، وخليت عليها بقية البهارات وغمستها هالشكل، وراح أخليها بالثلاجة. هحضر صوص بسيط وطيب حيل، وبالتالي صوصات حسب ذوقكم. مكونات هالصوص أسفل الفيديو. خليتها بزيت حامي على درجة حرارة وسط، يعني من خليتها صدر الدجاج نصيت للوسط، وهذه النتيجة تجنن. أتمنى تجربوها أكيد وتعجبكم. بالنسبة للتمنى قاعدة نص ساعة حمست شوية بصل بزيت وبهارات، وإضافة كاتشب وصلصة الباربيكيو للتمن تنطي طعم تجنن عبالك مع المطاعم، وممكن تستغنون عنها. خليت مي فوق التمن بسانتين وعفته على نار شبه عالية إلى أن نشف، بعدها هدرته. بس ما أحكي لكم على طعم غير شكل من تضيفون بيه صوصات. وبالنسبة للصوص اللي على الوجه همينة اختياري حسب رغبتكم، ممكن بس كاتشب ومايونيز بكيفكم. وهذه النتيجة مالته، أتمنى يعجبكم وتجربوه بس، وألف عافية.